هل عقدك النفسية هي سجنك الأبدي؟ إذا كانت أي من هذه الأعراض تقيدك فالإجابة ممكن أن تكون نعم. القلق المستمر، الاكتئاب، مشاكل في العلاقات الاجتماعية، صعوبة في اتخاذ القرارات، الشعور بالذنب، الانفصال عن الواقع، واضطرابات في النوم، فعقدك النفسية ممكن أن تكون سجنك الأبدي. فما لم تعرفه عن عقدك النفسية سيتحول إلى قيود تتحكم فيك في المستقبل. تحرر منها الآن لتعيش حياة حرة ومليئة بالسلام الداخلي. شرح الجزء الأول من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي للمؤلف والدكتور يوسف الحسني. مشروبك الجميل اللي انت بتحبه، ويلا نغوص في بحر الكتب ونستفيد. أهلا وسهلا بك في قناة إندوري، حيث العلم والمعرفة وتطوير الذات. أنا محمد حسام، وهنا في القناة بقدم لك شرح الكتب اللي أنا بقرأها بالتفصيل وبأسلوب سهل وواضح، بحيث إنك تعيش مع كل معنى وتاخد فائدة القراءة بدون ما تقرأ. لو أنت من الناس اللي بتحب النوع ده من الفيديوهات، شرفنا باشتراك. القصة بدأت في طفولة الدكتور يوسف. بيقول: كان همي الوحيد إسعاد أمي وأبي. كنت طفلا حساسا هادئا تماما. حماية أمي المفرطة ليا خلتني أخاف التجارب. عمل أبي المرهق خليته مش موجود على طول. كنت بفكر دايما إزاي أكسب رضاهم، فلقيت إن أعظم أمانيهم إن أنا أبقى دكتور يفتخروا بيا. بيقول: انغمست في الدراسة ونسيت نفسي فيها. حلمي إن أكون الأول كان المحرك الأساسي في حياتي، بس فجأة في لحظة غير متوقعة وهو غرقان في بحر الدراسة اللي هو عايش فيه، حصل شيء مظلم. صدمة خلت كل حاجة تنهار، وده خلاه يبدأ يتساءل في كل حاجة. بدأ يسترجع طفولته وازاي اتربى وامتى خسر نفسه. ولكن انا عمري ما نسيت جروح الطفولة لما كانوا بيتنمروا عليا وانا ما كنتش بقدر ارد خوفا من المشاكل. وامي ما كانتش بتسمح لي بالدفاع عن نفسي. ومش ناسي المرات اللي ضربني فيها والدي على ادفع الاسباب، لانه كان مفكر ان بالطريقة دي هيخليني راجل. كل الحاجات اللي حصلت دي خلتني مش عارف اواجه الحياة، مش عارف اكون علاقات اجتماعية، كنت برضي الكل على حساب نفسي. بيقول: لما جيت اتخرجت من كلية الطب، تخرجت الاول من حيث الترتيب والاخير في معرفة نفسي. ياه، قد ايه الجملة دي لما قرأتها اتأثرت. الواحد فعلا بيقرأ كتب كتير، بس في جمل معينة كده بتخلي الواحد يتأثر ويعيد حساباته من الأول. نرجع تاني لكلام الدكتور يوسف الحسني. بصوا يا جماعة، مواجهة جروح الماضي مش خطوة سهلة. دي يمكن أصعب رحلة ممكن الإنسان يمشيها مع نفسه. ليه بقى؟ عشان دي رحلة بترجع فيها لذكريات كنت طول عمرك بتحاول تنساها، ومواقف اتكسرت فيها، وكلمات جرحتك، وألم كنت بتدفنه جواك كل يوم عشان تكمل حياتك. كل دي تراكمات بتأثر في نفسية البني آدم. المواجهة هنا إنك تبص للوجع في عينه لأول مرة وتقول: أنا فاكر وفاهم اللي حصل، بس مش هسيبه يحدد أنا مين. الطريق ده طويل وفي لحظات ضعف وفي مواقف هتحس فيها إنك عايز ترجع تهرب تاني، لكن كل خطوة بتاخدها فيه بتخليك أقرب لنفسك الحقيقية. يمكن الرحلة دي تكون الأصعب، لكن الحقيقة نهايتها تستحق كل التعب، لأن في النهاية أنت مش بس بتتجاوز الماضي، أنت بتتولد من جديد. هحكي لكم قصة عن الموضوع ده، قصة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. أوبرا اتولدت يوم 29 يناير عام 1954 في ولاية ميسيسيبي في أمريكا. كانت عايشة في فقر شديد جدا مع جدتها. حياتها ما كانتش سهلة خالص، لدرجة إنها أحيانا كانت بتلبس ملابس مصنوعة من الأكياس، لكن جدتها علمتها القراءة وهي عندها حوالي 3 سنين. في عام 1960 لما بقى عمرها 6 سنين راحت تعيش مع أمها في مدينة ميلواukee، وهنا بدأت أصعب فترة في حياتها. تعرضت للاعتداء والتحرش الجنسي من عدة أشخاص، واستمر ذلك لسنوات وهي طفلة. الصدمات ديت تركت جرحا نفسيا عميقا بداخلها. وفي عام 1968 لما بقى عمرها 14 عام حدثت الصدمة. أصبحت حامل نتيجة لتلك الاعتداءات، وولد الطفل لكنه توفي بعد الولادة بفترة قصيرة. بعد كده راحت تعيش مع والدها في مدينة ناشفيل، وكان والدها شديد جدا معاها وكان مركز جدا على تعلمها وخلاها تهتم بالقراءة والدراسة. وهنا حياتها بدأت تتغير. وفي عام 1971 لما بقى عمرها 17 سنة كسبت مسابقة خطابة، وده خلاها تبدأ تدخل في مجال الإعلام، وبعدها اشتغلت في التلفزيون. النجاح الكبير جه في عام 1984 لما راحت مدينة شيكاغو وقدمت برنامج اسمه AM شيكاغو ونجح جدا. وفي عام 1986 قدمت برنامجها الأشهر ذا أوبرا ونيفري شو. ما كانش برنامج عادي، كان مساحة بيتكلم فيها الناس عن مشاكلهم والصدمات اللي مروا فيها. استمر البرنامج 25 عام وكان بيتعرض في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصبح واحد من أشهر البرامج في تاريخ التلفزيون. وكده تحولت الطفلة الفقيرة اللي عانت الاعتداءات والصدمات والحزن في طفولتها إلى أشهر مقدمة برامج في العالم، واحدة من أكثر الناس تأثيرا في التاريخ. أي شخص يقدر يغير حاجة
بغض النظر عن الظروف اللي عاش فيها ومر بيها. حياة الإنسان مش لازم يحددها الماضي، أي إنسان ممكن يبدأ من ظروف صعبة جدا، لكن بالإرادة والعزيمة ممكن يوصل لنجاح كبير جدا يغير حياته. عشان كده يوسف الحسني بيقول إن عقدك النفسية ممكن تكون سجنك، تحرر منها وعيش حياتك. هو شرح منهم 15 عقدة نفسية، في الفيديو ده هنشرح واحدة منهم. بدأت القصة مع شخص اسمه محمد، بيقول أبي كان قاسي جدا وصلب في طفولتي، أي خطأ كنت بعمله كان ممكن يعرضني للضرب المبرح. أبوه كان مفكر إن الضرب ده بيقوي الشخصية وبيخليه راجل زي ما أبوه كان مربيه، وأمي ما كانتش بتدافع عني، كانت مسكينة، كانت تهان وتضرب منه أيضا. وفي أوقات المدرسة كنت بتعرض للتنمر وما كنتش بعرف أرد خوفا من المشاكل. محدش علمني إزاي أتعامل مع المواقف المؤذية دي. وفي سن البلوغ حاولت الانتماء إلى شيء ما، حتى إني جربت حفلات الكحول والحشيش لعلها تكون ملاذا لوحدتي الداخلية. وفي علاقاتي العاطفية ما كنتش عارف إزاي أتعامل مع النساء، أي علاقة كنت بدخلها كنت بقعد أوضح لها قد إيه أنا بحبها وبعشقها وإنها متميزة، وبلمح لها بفكرة الجواز، وأول لما أضمنها بحطها في رف الاحتياط وأدور على غيرها. فأنا أعشق التعدد، بيحسسني إني مرغوب، وللأسف ده حال معظم الشباب زي اللي حصل لحمد ده بالظبط، بسبب التربية والتنشئة الغلط اللي زرعت فيه أفكار غلط خلته يعاني. الضرب يا جماعة مش وسيلة أبدا صحية للتربية، بيعمل مشاكل كتير للطفل على المدى الطويل، سواء بقى نفسية أو في علاقاته بشكل عام، خاصة في العلاقات العاطفية. وعلى المستوى النفسي الطفل اللي بيتربى على الضرب بيكبر وهو عنده خوف داخلي وعدم أمان، وده ممكن يخليه يقلق بسهولة أو يحس إنه أقل من غيره أو ما عندوش ثقة في نفسه. كمان ممكن يواجه صعوبة في التعبير عن مشاعره أو في التعامل مع الغضب، وده بيأثر على شخصيته وطريقة تعامله مع الناس بشكل عام. أما بقى في العلاقات العاطفية التأثير بيبقى واضح جدا، الشخص ده ممكن يدخل العلاقة وهو متوتر أو مش قادر يثق بسهولة، يا إما بيخاف يقرب ويظهر مشاعره أو بيحاول يعوض ده بالسيطرة أو التملك. أحيانا بيبقى عنده غيرة زيادة أو شك أو بينسحب فجأة لما العلاقة بتبقى جد، لأنه متعود إن القرب ممكن يكون مؤلم. كمان التربية بالعنف ممكن تزرع فيه معتقدات غلط عن الحب، زي إن الحب مرتبط بالخوف أو السيطرة، وده بيخليه يتعامل مع العلاقات بطريقة فيها ضغط بدل ما يكون فيها راحة وتفاهم. وفي الوقت ده بقى ممكن يخلق علاقات غير مستقرة أو فيها صراعات ومشاكل مستمرة. بشكل عام الطفل اللي اتربى في بيئة فيها ضرب بيكبر وهو شايل آثار نفسية بتأثر على كل جوانب حياته، سواء بقى في علاقاته الاجتماعية أو في طريقة تفكيره أو في استقراره العاطفي. في المقابل التربية اللي فيها هدوء واحترام مش بس بتحسن سلوك الطفل، لكنها بتعيد طريقة تفكيره في فهم نفسه وفهم العالم. الطفل اللي بيكبر في بيئة آمنة بيتكون جواه إحساس ثابت إنه مقبول ومتقدر، وده بيبني جواه توازن نفسي حقيقي يخليه مش محتاج يثبت نفسه بالعافية ولا يهرب من مشاعره. الشخص ده بيبقى عنده قدرة إنه يفهم مشاعره ويتعامل معاها بدل ما يدفنها أو ينفجر فيه، وبيتعلم إن الغلط مش نهاية العالم وإن قيمته مش مرتبطة بالنجاح أو الفشل. ومع الوقت ده بيخليه أكتر استقرارا وأهدى في ردود أفعاله. وأما بقى على مستوى العلاقات التوازن النفسي ده بيبان في قدرته على بناء علاقة فيها أمان وثقة، لأنه مش شايف إن القرب فيه تهديد ولا شايف نفسه محتاج يسيطر عشان يحس بالقيمة، بيقدر يسمع ويتفهم ويعبر من غير خوف، وده بيخلي علاقاته بقى سواء اجتماعية أو عاطفية أكثر نضجا واستقرارا. لازم يا جماعة الطفل يحس بالأمان مع أبوه وأمه عشان يقدر يفتح قلبه ويحكي لهم عن همومه ومخاوفه. لكن بقى لو الأب والأم بيعاقبوا الطفل أو بيخوفوه ده بيخلي الطفل يخاف يتكلم أو يشاركهم حتى أفكاره. عشان كده في أطفال كتير بيتعرضوا لمشاكل شبه التنمر وبيفضلوا ساكتين عشان خايفين. بجد بزعل جدا لما بسمع حد بيقول ان علاقته مع ابوه وامه علاقه رسميه. المفروض العلاقه تكون بين الاهل والولاد تكون مليانه حب وعاطفه ودعم نفسي، مش مجرد دعم مادي وخلاص. صدقوني رقم واحد في اولويات الطفل الدعم العاطفي مش الدعم المادي خالص. انا بناشد كل اب وام يحتووا اولادهم عاطفيا ويدعموهم نفسيا، لان هما بيبقوا محتاجين الدعم ده اكتر من الدعم المادي. المشكله ان الناس دلوقتي مش واخدين بالهم انهم بيجيبوا اطفال، ده مسؤولية كبيرة، لازم يتعلموا ازاي يربوهم ويخلوهم اشخاص سويين. بصراحة بجد لو كان ليا القرار كنت هخلي اي حد ناوي يخلف ياخد دورة في التربية قبل ما يجيب اطفال عشان يتعلم ازاي يبني شخصية طفل سليم قوي نفسيا. عايز اكلمكم في موضوع منتشر جدا بين شباب كتير النهارده، وهو مشاهدة الافلام الاباحية. ومش بس في مجتمعنا ده موجود، ده في العالم كله. لكن ليه الموضوع ده انتشر بالشكل ده؟ هنلاقي اول سبب هو
قلة التوعية. لما شاب ما يلاقيش حد يتكلم معاه بصراحة أو يتعلم بشكل صح عن الموضوع، بيدور بقى هو بنفسه وغالبا بيوصل لمصادر غلط خالص. كمان بقى فكرة إن الموضوع عيب أو محرم الكلام فيه بتخلي بقى الموضوع يكبر جوه دماغ الشاب بدل ما يتم فهمه بشكل طبيعي. المشكلة يا جماعة إن الأفلام ديت بتقدم صورة غير حقيقية خالص عن العلاقات، بتخلي الشخص يتوقع حاجات مش واقعية، وده ممكن يؤثر على تفكيره وعلى علاقاته بعد كده. ومع الوقت ممكن يحصل تعود على النوع ده من المحتوى، وده بيأثر على التركيز وعلى المشاعر وعلى طريقة تعامله مع الحياة. تخيل معايا كده، كل اللي بتشوفه وبتدخله في دماغك النهارده هو اللي بيكون افكارك وتوقعاتك وطريقة نظرتك للحياة بكره. السؤال المهم مش اللي بعمله ده عادي ولا لا، السؤال الحقيقي يا جماعة، هل ده بيخليني احسن ولا بيأثر عليا بشكل سلبي من غير ما احس؟ لو بدأت تختار اللي بيدخل عقلك بعناية هتلاحظ فرق كبير جدا في تركيزك وثقتك بنفسك وطريقة تفكيرك. ابدأ بخطوة صغيرة وابني وعيك يوم ورا يوم، لأن في النهاية اللي بيكسب مش اللي بيشوف أكتر، اللي بيكسب هو اللي بيفهم أكتر. عمرك سألت نفسك يعني ايه تبقى راجل بجد؟ ولا عمرك حسيت انك بتجري ورا حاجة ومش فاهم هي ايه بالظبط؟ الحقيقة ان اغلب الشباب وهم بيكبروا بيدوروا على اجابة للسؤال ده، ولو الاب كان قاسي او غايب او فاهم الرجولة بشكل غلط، هنا بقى بيحصل حاجة اخطر بكتير. الشاب بيبدأ ياخد تعريف الرجولة من بره، مثلا من صحابه. الصحاب بقى ممكن يحددوا له النجاح يعني ايه والقوة يعني ايه والراجل المفروض يعمل ايه، بس المشكلة ان كل جروب له مقاييسه. في جروبات مثلا بتقول الرجولة يعني شغل ونجاح، وجروبات تانية بتقول الرجولة يعني عضلات وقوة، وفي جروبات بتقول الرجولة يعني علاقات كتير وبنات اكتر. وهنا الشاب بيبدأ يربط قيمته بقد ايه هو مقبول وسط الناس دي، ويجري يحاول يثبت نفسه عشان بس يسمع كلمة انت راجل. بس لو ملقاش القبول ده بقى، لو حس انه مش مهم ولا مرغوب فيه، ممكن يهرب بقى ويروح لايه؟ مخدرات وكحول، علاقات عشوائية او اي حاجة تنسيه نفسه، مش لانه ضعيف لكن لانه وحيد. المشكلة مش ان الشاب عايز يبقى راجل، المشكلة انه بيدور على الرجولة في الاماكن الغلط. السؤال الحقيقي، هل الرجولة ان الناس تقبلك ولا انك تقبل نفسك وتعرف قيمتك؟ يمكن كل واحد فينا شايف الرجولة بشكل مختلف، بس انا حابب اعرف منكم الرجولة بالنسبة لكم ايه. يا ريت تسيبوا رأيكم في الكومنتات. نرجع تاني لموضوعنا، ليه لما بتبذل مشاعر زيادة في الأول العلاقات أحيانا بتخسر بدل ما تكسب؟ بصوا يا جماعة، في ناس كتير جدا بتدخل العلاقة وهم مندفعين عاطفيا وبتدي اهتمام ومشاعر بسرعة جدا كأن العلاقة بقت مضمونة من أول لحظة، وده بيكون غالبا له علاقة بنقص عاطفي جاي من جفاف في البيت، زي غياب دور الأب أو عدم وجود احتواء كفاية، فالشخص بيكون عنده احتياج إنه يعوض ده بسرعة في أي علاقة. بس المشكلة إن الاندفاع ده بيخلي الطرف التاني يحس إنك متاح بسهولة، فبدل بقى ما يقدرك يبدأ يتعامل معاك كأمر مضمون. في المقابل لما يكون فيه هدوء وتوازن وتدي مشاعرك بشكل تدريجي، ده بيخلي العلاقة فيها شغف أكتر، وبيخلي الطرف التاني يقدر وجودك أكتر ويفكر فيك بشكل مستمر. الفكرة الأساسية هنا في الموضوع إن القيمة مش في كمية اللي بتديه، لكن في التوقيت وطريقة التقديم. خليك صادق في مشاعرك، بس ما تديش كل حاجة مرة واحدة، عشان اللي بيحافظ على نفسه هو اللي بيحافظ على قيمته. الرجولة مش إنك تبقى قوي بس، الرجولة حاجة أعمق بكتير. من منظور التحليل النفسي، الرجولة هي نضج داخلي، إنك تبقى مستقل عاطفيا وتتحمل مسؤوليتك وتفهم مشاعرك بدل ما تهرب منها. مش قسوة ولا سيطرة، لكنها توازن بين القوة والوعي. الراجل الحقيقي مش اللي يثبت نفسه، الراجل الحقيقي هو اللي فاهم نفسه. وبكده يكون خلصنا الجزء الأول من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر يشرفنا اشتراكك في القناة، وأشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.